بسم الله الرحمن الرحيم. رب افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمرنا إلى رشد يا أرحم الراحمين. أشار فضيلة الشيخ إلى السنن التي من اتبعها كان محمديا. سأخذ سنة واحدة من سنن الحبيب عليه الصلاة والسلام كنا نتكلم بها ونحن نأتي في الطريق في السيارة مع أبنائي الاثنين. قلت لهم أعجب كلمة أعرفها في الحديث النبوي من أوله إلى آخره في مسألة الخلق حديث سيدنا أنس: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. شوف التعبير سيدي أبو عبد الله، فما قال لي أف قط. ولو ذهبت إلى المفسرين عند قوله تعالى فلا تقل لهما أف، يقولون لو وجدت كلمة أصغر من أف لقال الله تعالى أصغر شيء. أي يطلب الأب طلب هي أصغر شيء، ما في أصغر من هيك. نوع من التمعر الداخلي، قد تطلع كلمة هيك نفس معه، قد ما هذا أصغر شيء. طيب هذا الآن رب عز وجل يذكرها أدنى شيء عن معاملة الولد مع والديه. سيدنا أنس الذي جاء إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم عمره 10 سنوات، فخدم الحبيب المصطفى 10 سنوات. يقول بعد أن خدم تلك الخدمة 10 سنوات وهنيئا له: بخ أواه لو كانت لي أفواه بعدد ذرات الوجود كالتلثم الأرض من تحت نعل سيدنا أنس الذي تشرف بالخدمة. فناوله الإبريق وناوله السواك وذهب في حاجته وقدم له الطعام وأخذ من يده الشراب وناوله الخلة، وأحاديث وبساتين مع سيدنا الحب أنس رضي الله تعالى عنه. يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات فما قال لي أف قط. فعلا بالنسبة لي أراه أعجب حديث الخلق النبوي على الإطلاق. سيدة عائشة فقيهة زوجي أم مؤمنين لما قالت كان خلقه القرآن عادي، لو قالت ما سبني رسول الله عادي، ما تكلم معي رسول الله عادي، ما ضربني رسول الله عادي، عادي عادي عادي، لكن مع طفل وما قال لي أف، يا والله العظيم درجة ما هي درجة غير طبيعية أبدا، غير طبيعية أبدا. هذه تأديب الله تعالى، هذا نموذج يقول لنا الله تبارك وتعالى: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. بهذه الأخلاق وبهذا البيت سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قاد 9 بيوت في لحظة واحدة. فمن راجع اليوم النبوي يجد أن الأمر لم يكن في حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام إلا بدراسة دقيقة وعميقة. ما رأيكم أن النبي عليه الصلاة والسلام في كل يوم يجتمع بزوجاته ال9 في بيت التي هي دورها؟ كل يوم يمر في ساعة من ساعات النهار معينة يمر على البيوت ال9. كل يوم يقترب من ال9 ملاطفة وتحبيبا، كل يوم الكلمة الصالحة. طيب خلال هذه الفترة ما وجدت المرأة التي غضبت مرة، أخطأت مرة مع حضرة المصطفى؟ طبعا أنا نعلي وشفتي عند قدم أم المؤمنين ولا أرقى أكثر من ذلك، لكن هي مع رسول الله أخطأت أم ما أخطأت؟ بأبي وأمي هي رضي الله تعالى عنها أمنا بحق المصطفى صلى الله عليه وسلم أخطأت. سيدي شيخ الله يجزيك الخير، حتى يكون الدرس لنا إنه ترى الجناب النبوي هو أعظم من أن يستطيع إنسان أن يخدمه من غير أي خطأ. أخطأت، فماذا كان من النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا سيدي أسامة أحد موقفين: إما يتعلق بالله والدين وإما يتعلق بالدنيا. الدنيا ماشية، بعدين المرة تقوى علينا خليها تقوى علينا، لكن تم الصلة مع الله خليها تقوى علينا في الدنيا. يعني بدنا نغير طقم الكلام ونحن قادرين بنغير، وإذا ما لنا قادرين والله ما لنا قادرين والله كذا. الخلق المحمدي بالانضباط المحمدي. يوم من الأيام بدخل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى السيدة عائشة في البخاري الحديث، قالت: فكشف الهواء الستر عن السهوة. السهوة هي كوة في الجدار، يعني المغطاة ليس لها نافذة، فقط في الجدار محفورة. فكشف عن ألعاب للسيدة عائشة. شو الخلق المحمدي العظيم، والله العظيم. ألعاب بيت رسول الله. قال: ما هذه يا عائشة؟
ألعاب يا رسول الله. قالوا ما هذا في الوسط؟ قالت حصان. قال حصان وله أجنحة. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يداعبها، حصان وله أجنحة. أخذت السيدة عائشة الموضوع بجدية كاملة. قالت أو ما علمت يا رسول الله أن لسليمان حصان بأجنحة؟ شوف هي صارت تعطي الدرس الآن. فضحك المصطفى صلى الله عليه وسلم. أو علمت يا رسول الله. في موقف ثاني سيدي ذكرت الأخوة أعظم كلمة أعرفها من مولانا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطاب أم المؤمنين أمنا رضي الله تعالى عنها السيدة عائشة. في أعظم كلمة أعرفها قالتها السيدة عائشة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. غضبت غضبا شديدا. القصة معروفة. كانوا في غزوة، جمل السيدة عائشة قوي مرتب سريع ما في شيء، والحمل عليه خفيف. وجمل السيدة صفية رضي الله تعالى عنها أمنا وتاج رأسنا جمل ضعيف هزيل مريض والحمل عليه ثقيل. صار في تباين بين الجملين، هذا هنا وهذا. قال يا رسول الله نحن ركب واحد نمشي مع بعضنا في السفر، يا رسول الله حل هذه المشكلة. قال خذوا حمل عائشة من جملها وضعوه على جمل صفية، وحمل صفية من جملها ضعوه. إدارة محمدية في السفر. فأخذوا الحمل من هنا. والمشكلة وين؟ أنا أفكر شيء، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفكر في حل هذه المشكلة، سيدة عائشة تفكر بمنظار آخر. مباشرة طالعت الذي في قلبها. قالت أغلبتنا هذه اليهودية على رسول الله؟ ما بدها تمسك نقطة ضعيفة عند ضرتها، ما تمسك نقطة قوية. فجاء المولانا وحبيبنا وسيدنا وتاج رؤوسنا سيدنا رسول الله قال يا عائشة الحمل عندك خفيف والحمل عند صفية ثقيل وجملك سريع وجمل فقط تبديل. قالت ألست تزعم أنك رسول الله؟ ألست تزعم أنك نبي؟ سيدنا أبو بكر ما تحمل الموقف، قام ليلطمها. أنا دائما سيدي أشبه هذا الموقف تماما. قبل قليل كنت أشرح لأبنائي في البيت هذا الموضوع. سيدي أنا الآن عم بنظر لحبيبي أبو عبد الله، أنا عم بشوف في وراءه معطف، هو عم ينظر وراء جدار، هو نظرته شيء نظرة شيء. لما عندما أقوم وأجلس بجانبه أرى الشيء المخبأ عليه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حبيبي وسيدي صاحب الذوق والحكمة في حل المشكلة ذهب إلى جانبها مباشرة. قال يا أبا بكر مه إن الغير لا تدرك أسفل الوادي من أعلاه. ما يمركز السيدة عائشة بالكلمة، ما هي مدركة ليش عم تتكلم. العفو سيدي الله يكرمك. ما هي مدركة الكلمة، ما كانت تقصدها. الكلمة خرجت صار يدافع سيدنا أبو بكر. أيوة صار هو المحامي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدة عائشة تبقى تاكل كف. ثم قال أما كيف وجدتيني يا عائشة؟ أما حميتك من الرجل؟ الله. لما قال أنا فقط هذه الدرس هو لسيدي الدرس. إيش أشد كلمة قرأتها في السنة المحمدية كلها قالتها السيدة عائشة مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا أعرف أقوى من هذه الكلمة. قالت ألست تزعم أنك رسول؟ صلى الله عليه وسلم. إيش جاوب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعظم كلمة تقدير واحترام قرأتها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أفي شك من ذلك أنت يا أم عبد الله؟ الله. فأنا صدقني وقفت حائر، والله وقفت حائر. بهذا الجواب عم تتكلم معك أنت بتجيب أعلى تقدير واحترام. الموضوع موضوع هنا يأتي العقل المحمدي، استيعاب للمشكلة، حماية. لذلك لما غضبت قال يا عائشة إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت عني غضبة. إذا كنت عني راضية قلت لا ورب محمد، وإذا كنت علي غضبة قلت لا ورب إبراهيم. طلعت حشوة القلب مباشرة من السيدة عائشة. قالت والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. ترى ما الحب على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك يا حبيبي أسامة الله الله في بيوتنا، الله الله في الميثاق الغليظ الذي سماه الله تعالى ميثاقا غليظا. فإنما أخذتموهن بكلمة الله. هذه أمانة خرجت روح مولانا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر كلمة قالها
الصلاة وما ملكت أيمانكم. في أحاديث أخرى استوصوا بالنساء خيرا، فلنستوصي بالنساء خيرا، أنا أولهم، ونقتدي بحبيبنا وسيدنا. وأنت نعم العريس إن شاء الله ونعم الأخ، نزف بيتا جديدا، وأسأل الله عز وجل أن يقبل منا صالح الأعمال. اللهم حسن أخلاقنا في بيوتنا، اللهم حسن أخلاقنا مع زوجاتنا، اللهم حسن أخلاقنا مع إخواننا، اللهم حسن أخلاقنا في مجالسنا وفي مساجدنا ومع علمائنا ومع إخواننا ومع شيوخنا. وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.